ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كله بخير. معاكم هند محمد على قناه حياتك احلى من هند محمد. هنعمل معاكم النهارده فراخ مشويه باسهل واسهل طريقه. اول حاجه هنجيب الفراخ نغسلها ونحطها في محلول نقع ميه، عصير ليمونه كبيره، بصله متقطعه 4/4، معلقه صغيره من السكر، معلقه صغيره من الملح، معلقه كبيره من الخل، وهسيبها منقوع من نص ساعه لساعه. بعد كده هغسلها واصفيها تمام، وهحطها في صينيه هكون مسخناها قبلها على النار تاخد صدمه من ناحيتين. اول لما الفراخ تتحمر من ناحيتين هحط معاها بصلايه، 2 قرنفل، 2 حبهان، 2 ورق لورا تمام. وبعد كده هجيب حله واحط فيها الفراخ والبصل والورق لورا والحبهان والقرنفل تمام، واحط عليهم ميه سخنه تغلي، وهخلي الفراخ تتسلق سلق كامل. وبعد كده هصفيها تمام من ميه السلق بتاعتها، وهي هحطها في نفس الصينيه اللي اديت فيها اديت فيها الفراخ صبه. وبعد كده بقى هعمل الصوص بتاعها: 2 معلقه كبيره من كاتشب، معلقه صغيره من مستردة، نص معلقه فلفل اسود، ربع معلقه حبهان مطحون، نص معلقه بهارات دجاج، ربع معلقه سكر، نص معلقه ملح تمام، معلقه كبيره من الخل، والمفروض معلقه صغيره من المايونيز، بس انا ما كانش عندي مايونيز، بس الوصفه المفروض معلقه صغيره من المايونيز. لو عندك مايونيز حطي معلقه صغيره من المايونيز، ومركز كل المكونات مع بعض كده زي ما انتم شايفين تمام. وبعد كده بقى هجيب فرشه تمام، وهاخد من الصوص وهحطه على كل كميه الفراخ اللي عندي زي ما انتم شايفين كده بالظبط، واتاكد ان الصوص وصل لكل جزء من الفرق، كل جزء من الفراخ زي ما انتم شايفين كده بالظبط. بعد بقى ايه ما اخلص هحط ميه سخنه بتغلي من الكاتل يا جماعه في الصينيه من تحت. ليه؟ عشان الفراخ ما تنزلش من تحت. لو عندك مرقه الفراخ حطي مفيش مشكله، مهمه قوي النقطه دي عشان الفراخ ما تنزلش من تحت زي ما انتم شايفين كده. وبعد كده هدخلها الفرن على درجه حراره 180. اول لما الميه تنشف من تحت اروح طافيه ومولعه عليها شويه من فوق تاخد لون. اهو ده شكلها بعد ما طلعت من الفرن حاجه كده اللهم بارك. هكون بقى في نفس الوقت ده مسخنه فحمه ومسخنه زيت سخن. هجيب ورق فويل واقطعه كده قطع زي ما انتم شايفين كده، واحط ايه جواه الفحمايه واحط عليه زيت السخن. وبعد كده هجيب ورق فويل وهحطه على الصينيه عشان اكتم الهواء البخار اللي طالع من الفحمه، عشان اتاكد ان الفراخ كلها خدت من ريحه الفحم. هحط عليها ورق فويل وهجيب صينيه احطها فوقيها، اي صينيه عندك، عشان اتاكد بس ان ايه الهواء كله اتكتم تمام، والفراخ كلها خدت من ايه من ريحه الفحم زي ما انتم شايفين كده. وهسيبها ايه نص ساعه. وبعد كده بقى ايه اشيل الصينيه وهشيل ورق الفويل تمام. اهو ده شكلها بعد ما الفحمه انطفت حاجه كده اللهم بارك. ان شاء الله تجربوها بالطريقه دي وتعجبكم. قدميها مع الرز بالشعريه وملوخيه. ان شاء الله رز بالشعريه والملوخيه هنزل الوصفه بتاعتهم قريب على القناه. الرز بالشعريه والملوخيه معمولين بطريقه صحيه 100%. جربي الفراخ بالطريقه دي. طعمها مميز جدا جدا جدا، وكل اللي جرب عندي حلف بيها. ان شاء الله تجربيها وتعجبك ان شاء الله. لو عجبك الوصفه لايك واشترك في القناه، ويا ريت تدعموني بالاشتراك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.